تفضوش الخزان قبل الجواز. بعد فيديو الباد بوي منتاليتي في سؤالين اتكرروا في الكومنتات كتير: ليه الملل بيحصل بعد الجواز، وازاي نعالج ده؟ انا هقولك. تكرار التعرض لأي مؤثر خارجي بيضعف تأثيره عليك. زي ما قلنا، الشريك مؤثر خارجي، صينية مكرونة بالبشاميل، أول شوكة، حواسك بتعمل فرح، شلال دوبامين بيتم إفرازه. بس الشوكة رقم 100 بتشبع، بس متعة وطعم أول شوكة دي عمرك ما هتنساه. ولو مفيش قدامك غير البشاميل باقي عمرك هتاكل، لأن ده احتياج إنساني. هتاكل وهتشبع، بس الحواس مش هتزغرط زي طعم أول شوكة. قمة إحساس الطعم مع الشخص ده مش هيتكرر تاني، وهتحس دايما إن نفسك في حاجة حرشة كده، طبق كشري في عباية سودا وطرحة مبينة نص الشعر كده. طبعا أنا لا أقوم بتشييء المرأة ونظرية الحلوى والذباب والهبل ده، بس بديلك مثال تقريبي لقاعدة التكرار بيضعف التأثير. طيب إيه الفرق بين مراتك والبشاميل؟ أنت في أي علاقة اعتبر إن في خزانين في عقلك: دوبامين وأوكسيتوسين. الدوبامين عقلك بيفرزه مع النشاطات المثيرة، ومع تكرار النشاطات دي مع نفس الشخص إفراز الدوبامين بيقل أكتر وأكتر، يعني استمتاعك بيها بيقل ورغبتك فيها بتقل، الخزان بيفضى. الأوكسيتوسين بيفرز مع توطد العلاقة، التعلق والأمان. ده خزانه بيبدأ في العلاقة فاضي وبيتملي مع الوقت بالمواقف الحلوة والمعاملة الطيبة أو العشرة زي ما بنقول. عشان كده حتى لو العلاقة توكسيك، لما بتنتهي في إحساس الاشتياق للشخص. ما هو أكيد كان في وقت حلو ولو بنسبة 1%. هو الخزان ده السبب. واضحة؟ خزانين، واحد مع الوقت بيفضى بتاع الطعم والمشاعر المشتعلة والمبادرات الكبيرة والورد والدباديب، وواحد مع الوقت بيتملي بتاع العشرة والأمان. عشان كده محدش يتجوز للشكل بس ويتغاضى عن صفات في الشخصية هو متأكد انها هتضايقه، لأن الاستمتاع بالشكل والجسم بيخفت تماما بعد ما خزان الدوبامين بيقل، وهتلاقي حكمك بيور على الشخصية والصفات حتى لو مجرد لدغة. أنا ليه بقالي 10 سنين باكل شوربة يا مريم؟ اسمها شوربة وأنا شريف، انت بتنادي حد تاني أصلا. سوري انفعلت. يعني المهم اختار الشخصية من الأول. نعمل إيه بقى في الملل بعد الجواز؟